تخيل تبقى متفوق علميا لدرجة انك توصل تبقى عالم في ناسا، وبالرغم من كل النجاح ده تحس ان جواك فراغ كبير وغربة روحية، فتقرر تسيب كل حاجة ورا ظهرك وتتجه لطريق تاني خالص، طريق الجهاد المسلح، وتمشي فيه لحد ما توصل تبقى وزير دفاع لبلدك، ولما تقوم حرب تختار بإرادتك تنزل الجبهة وتموت مقاتل زيك زي أي جندي عادي. الكلام ده مش خيال ولا مبالغة، دي قصة حقيقية جدا، بطلها الدكتور الإيراني مصطفى شمران، واللي قصته مليانة تناقضات وغرابة بشكل يخليك تفهم شوية إزاي النوع ده من الناس بيفكر، وإزاي شايفين علاقتهم ببلادهم مش بس من زاوية دينية لكن كمان من منظور وطني. الهدف هنا مش تمجيد قد ما هو فهم وتعلم، سواء اتفقت أو اختلفت مع أفكاره. مصطفى شمران اتولد سنة 1932 في طهران، وتربى في بيئة دينية، وبدأ تعليمه في مدارس تقليدية، وبعدها دخل كلية الهندسة في جامعة طهران، ودرس هندسة كهرباء وهندسة ميكانيكا، وتخرج بتفوق واضح. في أواخر الخمسينيات سافر أمريكا عشان يكمل تعليمه، وأخد ماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس، وبعدها دكتوراه في الفيزياء وهندسة البلازما من جامعة كاليفورنيا بيركلي سنة 1963، واحدة من أقوى الجامعات هناك، وكان ماشي في طريق علمي ناجح جدا. لكن بالرغم من كل ده شمران قرر يسيب جنة التكنولوجيا وراحة ورفاهية أمريكا، ويروح بنفسه لجحيم المعارك. القرار ده ما كانش سهل، لكنه كان نابع من إحساس داخلي قوي، لأن جسمه كان في المعامل لكن روحه حاسة بغربة شديدة. بدأ يكتب مذكراته وهو في أمريكا، وكان واضح فيها رفضه للمجتمع المادي، وعبر عن ده بكلمات مليانة وجع، زي لما قال إنه حاسس إن قلبه منفصل عن كل حاجة، وإن الحزن جواه مكبوت لدرجة إنه مش قادر حتى يعيط. الإحساس ده كان سببه رفضه لفكرة عالم من غير روح، وده اللي بيخلي البعض يشوفه كنموذج للإنسان اللي عايش بجسمه في الدنيا لكن روحه متعلقة بحاجة أعلى. لكن شمران موقفش عند التفكير، هو حول ده لفعل. أثناء دراسته في أمريكا شارك في نشاط سياسي ضد نظام الشاه، وكان من الطلبة اللي نظموا مظاهرات في واشنطن ونيويورك. بسبب النشاط ده النظام قطع عنه المنحة، فاضطر يسيب أمريكا، لكنه ما اكتفاش بكده، ساب كل حاجة وقرر يروح مصر سنة 1964 في عهد جمال عبد الناصر، وهناك بدأ يتدرب تدريبات عسكرية قاسية في حروب العصابات ضمن تنظيم هدفه تحرير إيران من حكم الشاه. بعدها انتقل للبنان وشارك مع موسى الصدر في تأسيس حركة المحرومين، والجناح العسكري بتاعها أفواج المقاومة اللبنانية أمل، اللي خرج منها لاحقا حزب الله. في لبنان حاول يطبق أفكاره الروحية بشكل عملي من خلال خدمة الناس، وكان شايف إن ده طريق للوصول للحقيقة، وكتب عن فلسفته في التضحية بشكل بيجمع بين الإيمان والقتال، وكان شايف إن الإنسان ممكن يبقى نور للناس حتى لو كان بيحترق. بعد نجاح الثورة الإيرانية سنة 1979 وسقوط الشاه، رجع شمران لإيران وتم تعيينه أول وزير دفاع في الجمهورية الإسلامية في حكومة مهدي بازرغان، وكان مسؤول عن إعادة بناء الجيش. واجه تحديات كبيرة جدا، سواء حركات انفصالية في كردستان أو اضطرابات داخلية، لكنه كمل في دوره السياسي، وتم انتخابه بعدها عضو في مجلس الشورى عن طهران بأكتر من 1,000,000 صوت. ولما بدأت الحرب بين إيران والعراق سنة 1980 ما قعدش في منصبه، لكنه نزل بنفسه ساحة القتال وقاد وحدات قتالية غير تقليدية، وكان موجود في الخطوط الأمامية. وفي 21 يونيو 1981 اتقتل مصطفى شمران في معركة دهلوية بعد ما اتصاب بشظايا قذيفة وهو وسط الجنود. بالنسبة له الجهاد ما كانش مجرد قتال، لكنه كان كمان نوع من التزكية الروحية وتربية النفس، وده باين في كلامه اللي كتبه لنفسه، مش عشان حد يقراه لكن عشان يهدي الصراع اللي جواه. كان شايف نفسه مش مجرد مقاتل بيدور على نصر مادي، لكن كأنه شمعة دورها تحترق عشان تنور الطريق لغيرها. الفكرة دي فضل متمسك بيها حتى وهو وزير دفاع، راح بنفسه للجبهات في كردستان وخوزستان، وكان دايما بيجمع بين دور القائد العسكري وبين إحساسه الروحي العميق. وفي رسائله كان بيعبر عن استعداده الكامل للموت ورغبته إنه يضحي بنفسه عشان فكرة أكبر منه. وفي وصيته الأخيرة اختصر كل ده في كلام بيعكس حالة من العشق للفكرة اللي مؤمن بيها، لدرجة إنه شايف التضحية فيها أعلى درجات الثواب. تجربة شمران شدت ناس كتير مهتمة بالفكر الروحي والفلسفي، لأنها قدمت نموذج بيقول إن أخطر سلاح مش السلاح التقليدي، ولكن إنسان وصل لمرحلة إنه مش متعلق بالدنيا ومش خايف يخسرها. ومن هنا كان شايف إن الغرب بالنسبة له عالم مادي فاضي من الروح، وإن المواجهة الحقيقية معاه مش بس عسكرية لكن كمان فكرية وروحية. وعشان كده في رأي ناس كتير جزء من القيادات الإيرانية الحالية متأثرة بالنوع ده من التفكير، اللي بيبان إنه مش مهتم بالحياة أو الخسارة بالشكل التقليدي، وده اللي بيخلي قراراتهم أحيانا صعبة الفهم من بره. وفي النهاية قصة مصطفى شمران بتسيبنا قدام سؤال مهم جدا: هل القوة الحقيقية في العلم بس، ولا في الإيمان بالفكرة اللي ممكن تخلي إنسان يسيب كل حاجة ويختار طريق صعب بالشكل ده؟ رحلة فيها تناقضات لكن في نفس الوقت فيها وضوح شديد في الهدف والمعنى. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وكمان شارك الفيديو واكتب لي في التعليقات تحب الحلقة الجاية تكون عن مين، شخصية تاريخية
روحية ولا قائد عسكري ولا قصة غامضة زي دي؟ مستني رأيك. مع تحيات محمد علاء.